السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ فاش كنت درت هذاك الفيديو ديال الريستوران اللي قال لي جيت خدم ب 40 اورو، واحد الاخ كريم خلى لي التعليق هذا. شوفوا شنو هو كاتب فيه: سؤال لكل من يرفض العمل، من حقك ترفض. هذه دايره بين قوسين: في هذه الظروف بهذه المعطيات نهايه الشهر العشرين تحاسبوا جهتك في العشرين غير 100 اورو، والكرا جهتك غير 150 اورو، وانت كتصرف غير 5 اورو في اليوم، المجموع غير 400 درهم في الشهر. السؤال: واش تعدي بان على تيجيب الله الصباط وتصبر على كلام العشرين في وجهك ورا ظهرك؟ الاشاره: الاغلبيه اللي خدموا في الريستورات شهر او شهرين كيسهل عليهم الله في محسن. هاد الاخ هذا قال هادشي هو مسهل الحياه، ساهل. قال لك تخسر غير 5 اورو في النهار. خويا بعض المرات يعني ملي كندخل شي نيغوسي كنبغي ناخذ مثلا انا لما كنولي مخرج 10 اورو، هادي هي القليله، فهمتي؟ وما بالك عاوتاني الا احتاجيتي شي بياسه ولا بغيتي شي لعيبه كتولي غادي خاسر بزاف. ونخلي لك الناس هنايا هما اللي غيجاوبوك على هاد السؤال، حيت هادشي اللي قال هو راه كيبان لي ساهل من وجهة النظر ديالو هو. وعاوتاني شي وحدين اخرين انا بغيت اللي يجاوبوني هما دوك الناس اللي يكونوا مجربين، فهمتي؟ ماشي غير سامعين. المهم خليو لي الاجوبه ديالكم في التعاليق، وقولوا لي هذا الاخ هذا واش على حق ولا غلط.